نهار العرس كان كل شي ناشط وضاحك وفرحان. هلك يشطح، هلك يبارك وكلها وفاش ملهي. إلا هو قلبه مقبوط ومزايير مكرة ينوض ويهرب. ما بغاش هذا العرس، ما بعاش هذا اللصقة اللي كلسة حداه وكتف رنسل الناس كان ناوي يديرها ويخرج. ما يتفكر كلمة الوليد. ها السخط، ها الرضا هو اللي ديما كيدير اللي في راسه اليوم. ولأول مرة كيدير شي حاجة بزمنه الناس ناشطين وهو محمل راسه. جاء الوقت اللي خصهم يقطعوا الكيكة ويفرقوا الجوقة النكافة. خدات يده وحطتها فوق يد العروسة باش يقطعوا الكيكة بجوج. هو محملش راسه معمره. فكر يجي نهار ويقبط يد بنت من غير حبيبته النكافة حطات يده فوق يد العروسة باش يقطعوا الكيكة وكل واحد يدوق منها شوية. العريس سميته منعم والعروسة نعمة منعم مع راسه. أو وفف على يدها شحال صغيرة. والهبال هذا مزوجيني لبرهوشة يخخخخ. امتى يسالي هذا الويل ونشوفوا هذا اللصق وش غتبقى كضك. أما نعمة كانت فرحانة وناقة قشطة وآخم عمرها عرفت منعم. أو هدرات معاه مي كل شي كيشكر فيه وكل شي تكول ليها بلغة تعيش. فنعيم مع منعم لمهم سال العرس والعرسان مشاو يدوزوا أول ليلة ليهم فالأوطيل. وكانت هادي أول مرة يشوفوا بعض. لحقاش نعمة كتحشم ومنعم ما حملش يشوف فيها. الجناح ديالهم كان كبير وغزال وهاد شي ماشي غريب على منعم اللي كان كيبغي الكمال. فكل شي وبالنسبة ليه نعمة شائبة أو لصقة خاصه يحيدها باش مكان. نعمة كانت في عالم آخر عجبوها الديكورات والمنظر اللي كيطل عليه الجناح ديالهم. بقات كتحلم حتى فيقها منعم بكلمة واحدة. منعم نعمة ايجي بغيت نهدر معاك واسمعيني مزيان. نعمة وا خخا هانا جاية. منعم يمكن كتقولي علاش ما عمري هدرت معاك قبل، أو علاش ممكن نزورك، أو علاش ممكن هدروا بحال كاع الناس المخطوبين. أنا غنجاوبك. سمعيني يا بنت الناس، أنا هاد الزواج جبروني عليه الواليد. خيرني بين سخطه ورضاه. ما كان عندي تتا حل من غير نقبل نتزوجك واخا ما كان حسب واله من جهتك وقلبي مع واحدة أخرى. انتي غتعيشي معايا معززة مكرمة والخير اللي لقيتيه فدربك غتلقايه عندي. ولكن غنعيشوا بحال الخوت. أولا اعتبريني ما كنش فحيتك تنشوفوا هذا الحريرة. فابن غتخرج نعمة كانت كتسمع ليه ومصدومة غوتات وعايرات وسبات. ما يفخاطرها مقدرات تكون ليه تكلمة وما عقلتش عليه امتى خرج وخلاها حاجة خايبة تكون كتبني. فالأحلام ديالك وفالأخير كل شي يريب فوق راسك. والإنسان اللي كنت كتكول عمره يغدرك أو يطيح من قيمتك يكون هو أول واحد يضربك. فالظهر بقات كتبكي على الزهر الزين اللي عندها العرايس كيدوزوا سهر العسل. وهي بداته بالإهانات توضات وصلات ونعسات. صبح الصباح على العرسان كل واحد فيهم ساد عليه. فبيته نعمة ما كانتش قادرة تشوف. فمنعم من بعد الجرح اللي جرحها بكلامه. أما منعم ما كانش مسوق بحال إلى حيد. هم كبير فوق كتافه. المهم جابوا لهم الفطور فطروا وخرج منعم يدور مع الحبيبة دياله. أما نعمة بقات فالأوطيل دازت سمانة العسل عند منعم كالبرد حي الديمة داخل خارج مع حبيبته. أما نعمة حبسات راسها فالجناح هرت منعم حطماتها.